نسرين محمد، إدارية لجنة الصحة لمؤتمر ستار. اليوم هو الذكرى الثانية لاستشهاد جينا أميني التي قتلت على يد الحكومة الإيرانية بكل دم بارد بسبب تحت مسمى الدين والعادات والتقاليد. طبعا الدين الذي يتم استخدامه لمصالح سياسية لفرض السيطرة والهيمنة على الشعب. طبعا هذه الممارسات ضد المرأة ليست المرة الأولى التي تقام ضد المرأة، بل موجودة منذ التاريخ ومنذ العصور القديمة، ولكن نحن كنساء نرفض هذه الاعتداءات وهذا القتل الغير مبرر بحق النساء في كافة العالم. طبعا هذا العنف منتشر في كافة الدول الموجودة حاليا. نشاهد كثير من الحالات، وآخر ما شاهدناه مقتل الطفلة نارين على يد عمها في تركيا. طبعا هذه الجريمة لا تغتفر أبدا. طفلة قاصر يتم قتلها من قبل عمها، شيء لا يمت بالإنسانية بأي صلة. طبعا هذه يتم مثلا كيف أنه دولة الاحتلال التركي تزرع سياستها الإرهابية القتل والعنف بين المواطنين يدل على هذا. طبعا نحن نقف ضد هذه العنف، ضد هذا الإجراءات التي تقام ضد المرأة، وخاصة كما رأينا المناضلات الشهيدات اللواتي وقفن أمام داعش بكل جرأة وبكل صمود. وطبعا تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يقل إرهابا عن حكومة تركيا، عن حكومة إيران وإلى آخره، ولكن نحن كنساء في مناطق شمال وشرق سوريا دحرنا هذا الإرهاب بكل جرأة وبكل عزيمة، وسوف نواصل المسير. طبعا خرجت النساء كافة في جميع البلدان وفي جميع الدول تحت شعار المرأة الحياة الحرة، ورفعت صوتها بكل جرأة وبكل قوة، ورفضت كافة أنواع العنف وكافة أنواع الممارسات التي تقام ضد المرأة. وسوف نواصل المسير والكفاح والنضال حتى الوصول لحرية المرأة.